في مصر سنة 2019 اتفاجئ أهالي قرية موجودة في محافظة أسيوط بصوت صراخ ست بتستغيث بالناس عشان ينقذوا بنتها اللي عمرها 8 سنين من ايدين ابوها اللي عايز يخلص عليها. وبيكتشف الناس ان الاب كان بينفذ نصيحة احد الشيوخ او الدجالين اللي جابه عشان يكشف له عن مقبرة فرعونية موجودة تحت بيته، وان الجن اللي بيحرس المقبرة طلب إراقة دم طفل فوق المقبرة عشان يفتح لهم باب الكنوز. وفي قرية تانية في مركز الصف في محافظة الجيزة حصلت نفس الحكاية، بس المرة دي قدر الاب انه يخلص على بنته اللي عمرها 6 سنين عشان برضه في كنز مدفون في مقبرة تحت بيته. وفي المغرب في قرية اسمها مش عارف انطو، هيظهر قدامكم هنا تحت عشان بس اخواتنا المغاربه ما يضحكوش عليا. طفله اسمها نعيمه عندها 5 سنين اختفت فجاه من بيت اهلها، ودوروا عليها كتير في المنطقه ولكن ملاش اي اثر، رغم انها كانت بتعاني من اعاقه جسديه مخلياها عاجزه عن المشي لاكتر من 100 متر لوحدها. فبلغ ابوها الشرطه، وبعد 40 يوم من البحث لقاها راعي غنم او اللي اتبقى منها في مكان مقطوع في الجبل، وكانت عباره عن هيكل عظمي، وتعرفوا عليها عن طريق هدومها وضفائر شعرها. وفي 2016 عثرت اجهزه الامن في تيس ميسلت في الجزائر على طفل اسمه حماني ياسين عمره 9 سنين بعد 36 ساعة من اختطاف في منطقة معزولة في بلدة سيدي عابد في حالة حرجة جدا ومتصاب بطعنات كتير في كل أجزاء جسمه. وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية فالطفل كان عايش مع جده واتخطف لتنظيم طقوس بهدف اكتشاف كنز في منطقة سيدي عابد. والمشترك بين كل القصص دي هو موضوع حلقة النهاردة، فتعالى أخدك معايا لعالم غريب ومجهول ما يعرفوش إلا السحرة والدجالين، ونوع من البشر ليهم قدرات خاصة بتميزهم عن الناس العادية، فبيقدروا يشوفوا الجن وبيتنبئوا بالمستقبل، وليهم قدرات اتصال خارقة بالأموات والعالم الآخر، ويعتبروا حلقة وصل بين عالم الجن وعالم الإنس. محظوظين جدا وبيجيبوا الحظ لكل مكان بيروحوه بسبب الطاقة الروحانية اللي بتحيط بيهم، وعشان كده بيكونوا مستهدفين دايما من السحرة والمشعوذين، وبيخطفوهم عشان يستخدموهم في أعمال السحر والبحث عن الكنوز اللي بيحرسها الجن. ليهم صفات مميزة في الإيدين والراس واللسان معروفين بيها ما يعرفهاش إلا السحرة والمشعوذين. الإنسان الزهري، الوسيط الروحي أو مفتاح الكنوز، أسطورة أم حقيقة؟ الحكاية بتبتدي في المعتقدات الشعبية في شمال أفريقيا، فبيقال إنه من بين كل مليون طفل بيتولد في طفل واحد بيكون من السلالة المباركة، ووقع عليه الاختيار عشان يكون ليه قدرات خاصة مختلفة عن باقي البشر، وكل الأبواب بتتفتح قدامه. في اللي بيقول إنه من ولد الجن وبيحطوه مكان ولد الإنس عند ولادته، وبيكون ليه دم مميز عن غيره والجن بيحبه. فالأشخاص الزهريين بيشوفوا حاجات ما بيشوفهاش الإنسان العادي، وما بيأثرش فيهم السحر أو العين، وعشان كده هما مطلوبين جدا عند السحرة والمشعوذين. وفي اللي بيقول انه بيكون طفل عادي خالص ولكن اعجب بيه احد افراد الجن فلبسه وبقى عايش جواه، وبسبب كده هو عنده قدرات خارقة وبيقدر يتواصل مع الجن والعالم الاخر. والانسان الزهري بيتولد في الاشهر اللي بتمثل الابراج الهوائية اللي هي الجوزاء والميزان والدلو. وفي اراء كتير في اصل تسمية الانسان الزهري، زي انه اتسمى كده نسبة للزهر اللي هو النرد عشان يعني بيكونوا محظوظين جدا، وفي اللي بيقول لا هم اتسموا كده نسبة لكوكب الزهرة لان الانسان الزهري لما بيتولد بيكون كوكب الزهرة هو الكوكب الطالع ليه، وده بينفيه بعض الناس لان الانسان الزهري بيتولد في اي وقت بحسب المؤمنين بالظاهرة طبعا. والرأي الثالث ان الاسم مرتبط بكتاب الزهار اليهودي، وده الرأي الاقوى لان كتاب الزهار يعتبر من اهم الكتب اليهودية اللي بتتكلم عن سحر القبالة، ويعتبر من اخطر كتب السحر اليهودي. ومصطلح الانسان الزهري تقريبا ملوش وجود في اغلب البلدان العربيه والاسلاميه ولا في منطقه الشرق الاوسط والخليج العربي، وموجود بس في المعتقدات الشعبيه في المغرب والجزائر ومصر. وبالنسبه للصفات المميزه للانسان الزهري ففي صفات وعلامات خارجيه بتميزه عن غيره، وعلامه واحده خفيه ما يعرفهاش الا دجالين متخصصين. والعلامه الاولى من العلامات الخارجيه انه يكون عنده انفلاق في اللسان، يعني بيكون في خط بيقطع لسانه بشكل طولي غير متعرج، وبسبب الصفه دي بيواجه الطفل صعوبة في الكلام والأكل. والانفلاق بيكون غالبا من أول الولادة، يعني ممكن تحديده بسهولة، عشان كده بتضيق الأسرة على الطفل وتمنعه إنه يطلع لسانه لأي حد غريب. إيه اللي أنا بقوله ده؟ العلامة التانية بتبقى في كف الايد، فبيكون في خط مستقيم في وسط الايد بيقطعها بشكل عرضي، وده بيختلف عن الخطوط اللي موجودة في ايدينا كلنا، وممكن تظهر الصفة دي في ايد واحدة او في الاتنين، ودي اكتر علامة بيقدر من خلالها السحرة والمشعوذين انهم يعرفوا الانسان الزهري. والعلامة التالتة في العينين، فبتكون بتلمع وفيها حول خفيف، ده بالنسبة للعلامات الخارجية. اما العلامة المخفية واللي هي من اهم العلامات وما يقدرش يحددها الا المتخصصين من السحرة والمشعوذين، فهي لون الدم
الفاتح. فدم الانسان الزهري يعتبر الدم الانقى والاطهر في العالم، ويقال ان الجن بيتسلط على صاحب الدم الزهري لانه عامل زي الزئبق الاحمر في عالمهم، وبيديهم القوة عشان يتدرجوا في المراتب. وفي علامات تانية بقى زي لون العينين وقصر النظر ولون الشعر وتقسيمته. فبيمتلك الزهري علامة النخيل على راسه في مقدمة الشعر، وبتكون على شكل مثلث، وبتظهر خصلات الشعر من فوق على هيئة 3 دواير. الا ان الصفات دي مش مهمة قوي لانها ممكن تبقى موجودة عند الانسان العادي. والإنسان الزهري إذا كان ذكر أو أنثى ما بيخافش من الجن لأنهم مش بيؤذوه، وبيقدر يشوف الكنوز المدفونة تحت الأرض وفي المقابر. عشان كده بيستخدموا السحرة في البحث عن الكنوز، وهو اللي بينزل يجيبها لما بتظهر، لأن لو الشيخ أو الساحر هو اللي نزل الجن بيأذيه وبيتعرض لعقوبات شديدة ممكن تكلفه حياته. وكانت عمليات البحث عن الكنوز دي دايما بتنتهي نهاية مأساوية على الطفل الزهري، لأن السحرة فوق مكان الكنز او يقطعوا احد اطرافه، لان الجن اللي بيحرسوا الكنوز بيكونوا متعطشين للنوع ده من الدم. وبيصنف المشعوذين الاشخاص الزهريين بحسب كمية ونوعية العلامات. يا صلاة النبي، هو في تصنيفات كمان؟ للاسف. فالانسان اللي بتتوافر فيه كل العلامات بيبقى من التصنيف الاول، واللي بتتوافر فيه علامات الكف واللسان بس فهو من التصنيف الثاني، والا بيكون بقى من الدرجة الثالثة. والغريب ان الطلب والاستخدام بيختلف على حسب التصنيفات، فصاحب التصنيف الاول بيبقى استخدامه والطلب عليه كتير وهكذا. والمناطق اللي فيها الاعتقاد بالظاهرة دي في القرى والمناطق النائية، العائلات اللي بيتولد لها اطفال بالصفات دي بيحاولوا يخفوهم على قد ما يقدروا عشان ما يتخطفوش. وبشكل عام ممكن يتولد الشخص الزهري في كل انحاء العالم، ولكن النسبة بتتفاوت بين القارات. فالنسبة بتزيد جدا في قارة افريقيا وبتقل في اسيا، وتقريبا معدومة في اوروبا وامريكا. وسبب زيادة نسبة المواليد الزهريين في افريقيا مش معروف لحد دلوقتي. واكتر دولة منتشر فيها الظاهرة هي دولة المغرب، فبيتقتل فيها سنويا مش اقل من 100 انسان زهري. والنسبة قريبة برضو في الجزائر بسبب التقارب الجغرافي. وحسب اغلب المؤرخين والعلماء المغاربه ومنهم استاذ التاريخ عبد الحق زايدي، فاصل الظاهره بيرجع للقرن ال12 الميلادي لما انهار حكم دوله الموحدين اللي حكمت من سنه 1121 لسنه 1269. وبسبب كده حصلت فوضى امنيه كبيره في البلاد، ودفن اغلب الملوك والاغنياء كنوزهم وثرواتهم كلها تحت الارض. وموضوع دفن الكنوز ده امتد حتى خلال الاستعمار الفرنسي والاسباني لمملكه المغرب، فبقت الكنوز موجوده ولكن مش معروف مكانها فين بالظبط. فبدأ المشعوذين يدوروا على وسيلة عشان يقدروا يلاقوا الكنوز دي ويطلعوها. فكان الحل هو الأطفال الزهريين، فبيخطفوا الطفل من دول وبيربطوا حجابات وكتابات على جبينه ويخلوه يمشي حافي لحد ما يقع على الأرض، والمكان اللي بيقع فيه هو ده مكان الكنز. ومش بينتهي دور الطفل الزهري عند كده، فبيحتاج السحرة دمه عشان يرموه على المكان اللي فيه الكنز، لأن زي ما قلنا الجن اللي بيحرس الكنز بيحب جدا دم الزهريين. وفي جماعات بتعرف بمافيا الإنسان الزهري مسؤولة عن توفير الناس دول للصحراء، وبتخطفهم وبتتاجر فيهم مقابل الحصول على أكبر مبلغ، وسعرهم بيتراوح من 100 يورو ل 45,000 يورو، طبعا على حسب تصنيفهم اللي ذكرته من شوية. أنا مش قادر أصدق إننا بنتكلم عن بشر زينا بيتباعوا زي السلع عشان يتقدموا قرابين للجن، والموضوع فعلا قذر جدا. وبتحاول الحكومات بطرق كتير انهم يقضوا على العصابات دي، ولكنها لسه موجودة وبتمثل خطر كبير جدا على الاطفال، وما زالت في حالات اختطاف وقتل كتير بتحصل. وانك تكون انسان زهري في المغرب او الجزائر معناه انك هتعاني طول حياتك، وهتضطر انك تتحبس في البيت وما تخرجش للشارع ابدا عشان ما تتخطفش وتتقدم قربان للجن. وفي المغرب بالذات بتحصل كل سنة حالات اختفاء كتير للاطفال الزهريين، واغلبها في المدن والضواحي زي مراكش ودكالة والشاوية والمناطق السوسية بصفة عامة، لان فيها كم كبير جدا من الكنوز. ومن اشهر القصص في المغرب قصة طفلة عندها 10 سنين اسمها نادية، كانت طفلة زهرية وليها اخ توأم ولكن مش نفس حالتها. كانوا كل يوم بيروحوا مع بعض المدرسة مع تحذير شديد من امهم انهم ما يتكلموش مع اي حد غريب طول الطريق للمدرسة، ولو حد وقفهم يجروا بسرعة ويرجعوا للبيت. وفي يوم كان الطفلين راجعين من المدرسة وفجأة وقفت جنبهم عربية سوداء غالية جدا وازازها اسود، فما قدروش يشوفوا مين جواها. وفجأة باب العربية اتفتح ونزل منها راجل اسود البشرة لابس جلابية بيضاء، وقال لهم خدوا الفلوس دي اشتروا بيها حاجة حلوة. وطبعا كلنا عارفين من واحنا صغيرين ان اي حد بيقول لنا خدوا حاجة حلوة بيبقى
هيبقى عايز حاجه وحشه. ولكن الطفلين وقعوا في الفخ، واول ما فتحوا ايديهم لمعت عين الراجل لانه لمح ايد ناديه وعرف انها طفله زهريه. ولما اخوها شاف كده مسكها من ايديها وطلعوا يجروا على البيت، لكن الراجل الغريب لحقهم بالعربيه وخد ناديه وهرب بسرعه. فجري اخوها على البيت وحكى لهم على اللي حصل، فبلغت الاسره الشرطه على طول ودوروا عليها في كل المدينه لانهم عارفين السيناريو اللي هيتم لبنتهم بعد كده. وفي الاخر لقت الشرطه جثه الطفله في الغابه، عينيها مقلوعه وراسها محلوقه، على الرغم ان بعض المصادر بتقول ان الجثه ما كانتش للطفله ناديه ولكنها لطفله تانية شبهها. وفي الجزائر في حادثه برضه غريبه جدا حصلت في نهايه التسعينات، ولكن المره دي لشاب عنده 16 سنه اسمه عميره، اختفى فجاه من بيته وما كانش ليه اي اثر لحد ما عدى 30 سنه عن الحادثه. وفي يوم جه للشرطه بلاغ من راجل بيقول ان جارهم حابس واحد عنده في زريبه الاغنام وبيستخدمه في اعمال الشعوذه. وفعلا راحت الشرطه فلقوا ان الشخص المحبوس ده هو عميره، وكان شكله اتغير جدا، وقبضوا على مالك البيت اللي كان عمره 61 سنه واتسجن. وفي الجزائر برضه قصه تانية لطفل اسمه درياح احمد ياسين، اتخطف واتقتل، وقدر الخاطفين يعرفوا انه طفل زهري لما فحصوا كل ايادي اطفال القريه في احتفالات يوم عاشوراء، وكان هدفهم تسهيل عمليه الانجاب لواحده من الخاطفين اللي شاركوا في الجريمه. وده طبعا بسبب غياب الدين والايمان بالله اللي قال ادعوني استجب لكم. فبدل ما تدعي ربنا اللي في ايديه كل شيء عشان تخلف، تروح تخطف طفل وتقدمه قربان للجن. فعلا ونعم العقل. بيقول الدكتور أيمن الحطاب استشاري أمراض الجينات الوراثية بجامعة الشارقة إن الصفات المنسوبة للأشخاص الزهريين هي مجرد تشوهات خلقية، ومفيش أي أدلة علمية بتدعم وجود قدرات خارقة عند الزهريين. ونفى كمان إنه يكون في إنسان دمه زهري، وإن كل دي أساطير ملهاش أي أساس من الصحة طلعها السحرة والمشعوذين عشان يبرروا جرايمهم. فالزهريين ملهمش أي وجود موثق في المصادر العلمية والدينية المعروفة، والمصطلح منتشر بس في الأساطير الشعبية في المغرب والجزائر وشوية في مصر. اما بالنسبة للدين الاسلامي فما فيش اي وجود للكلام ده، ومش بيعترف العلماء المسلمين ان في بعض الناس بيتولدوا بدم مميز وليهم قدرات خارقة، وان الكلام ده تخاريف وبعيد عن العقل والمنطق، وبيعتبروا اللي بيحصل في بعض البلدان جريمة كبيرة في حق اطفال ابرياء. من اشهر الكتب المعروفة عند العرب والمسلمين الكتاب الاكثر اثارة للجدل اللي ما ينفعش تقراه بلسانك ولا تتلفظ بكلماته لانك هتتأذي، ويا اما هتفقد عقلك وتتجنن او بيتك يولع او يظهر لك جن واشباح يؤذوك. لو بحثت عنه على النت هتلاقي حكايات كتير غريبة، زي ان الكتاب كتبته الشياطين للبشر، او انه جالنا من عالم تاني، كتاب شمس المعارف الكبرى. ده هيكون موضوع الحلقة الجاية ان شاء الله من سلسلة السحر. وخلينا اقول لك ان الحلقة دي هتكون مليانة بمفاجآت عمرك ما تتخيلها، والأول مرة هتسمعها عن الكتاب والمؤلف بتاعه، وهتعرف ايه محتويات الكتاب الحقيقية وعلاقته بالصوفية والمعلومات اللي فيه عن الجن واشكالهم واسمائهم، وهتسمع قصص لناس قرأوا الكتاب وحكوا تجربته. انا عارف ان الحلقة دي كانت مفروض تنزل المرة دي، بس معلش حصلت لي ظروف خارجة عن ارادتي، وعشان برضو الحلقة كبيرة جدا اخدت معايا وقت كتير، بس هي جاهزة وهتنزل يوم الخميس وان شاء الله تعجبكم. ويلا اشوفكم الحلقة الجاية وسلام.